فوز صعب جدا 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 وغالي جدا جدا جدا، بيخلي نادي الزمالك متصدر المجموعة. النهارده عمل مباراة كبيرة. معتمد جمال بالأمانة يعني ربنا يديله الصحة، قدر إن هو يعمل تشكيل برغم الإصابات وبرغم البيع وبرغم كل الظروف السيئة اللي بتصادف جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك، قدر إن هو يفوز على المصري المستقر 2-1. الفرقة دي لو معاها فلوس يا جدعان والله العظيم، شوف برغم الناس انا مختلف عن الناس دي، صفقات افضل من فرق كتير، وانتوا عارفين انا اقصد ايه، افضل من فرق كتير. يعني بص النهارده ادم كايد، بصوا محمد اسماعيل، بصوا شيكوبانزا، بزيرا اللي برغم النهارده مش في حالته بس هو معذور، ولكن ادي 4 صفقات شايلين نادي الزمالك اللي هو بيعاني، لا بيدفع فلوس للعيبه ولا المدربين، عليه ايقافات قيد، الارض مسحوبه، المدربين مش موجودين. نادي فيه كل المشاكل ده ويكسب في ظل الظروف دي ويتصدر المجموعه عن المصري اللي هو مستقر اكتر استقرارا. اعتقد ان ده يحسب للعيبه والمعتمد جمال. على العموم ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء، كان في ضربة جزاء 100% لشيكوبانزا، وطبعا الحكم عمل نفسه من بنها. ادم كايد الفنان، ادم كايد اللي بيورينا حاجات ما بنشوفهاش. الماتش اللي فات بيعمل كورة ما بنشوفهاش الا في الحاجات اللي هي بقى الذكاء الاصطناعي، والنهارده برضو نفس الكلام، بيشيل واحدة وتخبط في العرض. انا بقول للناس المقربة منه خليه يتبع عشان تمشي معاه عشان يجيب اجوان. مبروك للزمالك وجماهيره، واشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو تاني باذن الله. شكرا.